صباح النشاط والطاقة. فكرت قبل كده ايه اللي بيحصل لجسمك لما تقرر توقف التمرين؟ هل فعلا جسمك بيحتفظ باللياقة زي ما هي؟ ولا اللي اتبنى على مدار شهور ممكن يضيع في أسابيع قليلة؟ النهاردة في استباحة رياضية هنتكلم عن الأساس التاسع، ارتداد الحالة التدريبية. الأساس ده بيقول: التوقف عن التدريب الرياضي يؤدي إلى فقد التكيفات المكتسبة في أعضاء وأجهزة الجسم الحيوية. والمدركات الخاطئة اللي بنسمعها كتير هي إن أثر التدريب ممكن يفضل أكتر من 3 شهور بعد التوقف، وإن كل عناصر اللياقة البدنية بتفقد بنفس السرعة وفي نفس الوقت. هنوضح الحقيقة ونعرف إزاي نتعامل مع التوقف بناء على دراسات محلية وعالمية. استعدوا المعلومات هتغير مفهومكم عن التدريب. مفهوم ارتداد الحالة التدريبية، خلينا نشرح ببساطة. ارتداد الحالة التدريبية معناها إن جسمك يبدأ يفقد التكيفات اللي اكتسبها نتيجة التدريب الرياضي، سواء في العضلات، اللياقة، أو حتى المهارات. ده بيحصل لما تقرر تاخد راحة طويلة أو تتوقف عن التمرين أو عن التدريب لأي سبب. نشوف فقد التكيفات بقى المكتسبة. لما توقف التدريب أو توقف وما تتدربش تاني. لما توقف تدريب جسمك مش بينساك، لكن التأثير بيكون سريع وواضح. فقد التحمل، الجهاز الدوري والتنفسي بيتأثر أسرع من غيره. فقد القوة العضلية، تأثيره أبطأ شوية لكنه بيبان مع الوقت. فقد المهارات والخطط، المهارة ما بتتنسيش، بس هنبقى أدائها ناقصة حاجات كتير زي الرشاقة والتوازن وسرعة الاستجابة. معدلات الفقد، التحمل بيتأثر في أيام قليلة، على طول بينزل التحمل. القوة ممكن تستمر 6 شهور لكنها بتضعف تدريجيا. الكفاءة البدنية ممكن تنخفض بنسبة 7% في أول أسبوع بدون أي حركة. نيجي بقى لدراسة كاتريستيانو 2019. الدراسة دي أكدت إن التوقف عن التدريب بيأثر على الجسم بشكل كبير، وإن الرجوع لازم يكون بشكل تدريجي ومدروس لتجنب الإصابات. استراتيجية العودة للتدريب بعد التوقف. هنا بقى بيجي دور التخطيط. هي الاستراتيجية التخطيط دي قاعدة 50-30-20-10. دي قاعدة بتحدد نسب الأحمال التدريبية للتدرج بشكل آمن. هي استراتيجية مقترحة لتقنين حجم الأحمال التدريبية خلال الأسابيع الأولى بعد العودة للتدريب. بيكون حجم التدريب خلال الأسبوع الأول 50% من أقصى حجم وصل إليه الرياضي الموسم السابق، وفي الأسبوع الثاني 70%، أي بحجم يقل 30% من أقصى حجم تدريبي للرياضي الموسم السابق، وفي الأسبوع الثالث 80%، أي بحجم يقل 20% من أقصى حجم تدريبي للرياضي الموسم اللي فات، وفي الأسبوع الرابع 90%، أي بحجم يقل 10% من أقصى حجم تدريبي للرياضي الموسم السابق. وتهدف الاستراتيجية إلى تقنين الأحمال التدريبية خلال شهر العودة إلى التدريب والحد من احتمالية حدوث الإصابة. طبعا دي ذكرها دكتور محمد فكري عطله من كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ في بحث نشره بمجلة بني سويف العدد السادس، نقلا عن أنتوني كاتريسانو وآخرون. وبالتالي البحث ده كان بعنوان العودة الآمنة إلى التدريب بعد التوقف. تحسين القوة المميزة بالسرعة، استخدام تدريبات البليومتريك لكن بحد أقصى 70 وثبة لكل وحدة تدريبية. تطوير التسارع والسرعة، الجري مع دفع أثقال في البداية وبعدين الانتقال لسحب أثقال أخف تدريجيا. الرشاقة، تدريبات تغيير الاتجاه بتبدأ بشكل بسيط وتزيد مع الوقت من حيث الزوايا وزمن الأداء. النتائج، القاعدة التدريبية دي فعالة لتحسين التحمل والقوة. الحجم المثالي للأحمال في الأسابيع الأولى بيكون ما بين 30-21%. نيجي بقى للأخطاء الشائعة والمدركات الخاطئة. في مفاهيم غلط كتير عن التوقف عن التدريب، منها إنك تفضل محتفظ باللياقة بعد التوقف لفترة طويلة، إن كل عناصر اللياقة بتتأثر بنفس السرعة، إنك ممكن ترجع بنفس شدة التمارين اللي كنت بتعملها قبل التوقف. الحقيقة إن ده ممكن يسبب إصابات خطيرة. توقف التدريب مش معناه خسارة كل حاجة، لكنه فرصة لإعادة التخطيط والرجوع بشكل أقوى. اتعلم استراتيجيات العودة الصحيحة واستغل كل يوم في بناء جسمك ولياقتك. لو عجبتك الحلقة شاركها مع أصدقائك وخلي استباحة رياضية دايما جزء من صباحك. نشوفكم في الحلقة الجاية، ومع صباح النشاط والإبداع خلي طاقتك دايما في السماء. نشوفكم على خير.